حاجات او علاقات يا وسام ممكن تساعدنا ان احنا نطور من نفسنا؟ العلاقات قايمه على ده اصلا. يعني لما قلنا الاول ان العلاقات هي قايمه عشان نتطور، وانت جبت سيره الاختلاف وقلت مهم نتقبل ونفهم موضوع الاختلاف ده. هي العلاقات قايمه على الاختلاف. الاختلاف ده هو اللي بيعمل التكامل، هو اللي بيعمل التواصل، الكلام ده كله. فبادئ زي بدء كده ان العلاقات قايمه علشان احنا نتطور. بادئ زي بدء، وبالتالي بدور على فكره هل العلاقه دي بتطورني ولا لا، هل العلاقه صحيح. دي بتغيرني ولا لا للافضل مع الطرف الاخر برضو. لازم نبقى احنا الاتنين بنتطور في ده. وفي اشكال بقى بتبقى لطبيعه العلاقه اللي ممكن تنمو وبتتطور لو الطرفين بيبقى ليهم هدف مثلا مشترك الله، دي بتبقى جميله قوي. قوي. ويا سلام بقى كمان لو في قيم مشتركه. هايله. اه القيم، انت عارفه القيم موضوع مهم جدا، وكل واحد عنده القيم بتاعته الاساسيه اللي من خلالها بيتعامل في كل حاجه او بيستقبل كل حاجه. فبالتالي هنا لو كمان الشخصين دول عارفين قيمهم، كل واحد عارف القيم بتاعته الاساسيه، ولقوا في قيم مشتركه بينهم، ده حقيقي قد ايه القيم دي هتحركنا، وهنلاقي امور كتيره في وهتجمعنا. حياتنا. برافو عليك، لسه هقولها. مم. هنلاقي امور كتير جدا في حياتنا بنتجمع فيها مشتركه. مشتركه نتيجه وجود القيم دي.